محدش فكر في مرة يعني ايه مشاعر؟ طب المشاعر دي موجودة فين في الإنسان؟ فين؟ في القلب. القلب ده اللي هو بوم 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 بوم، ده هو ده. انتوا عارفين ان القلب ده، القلب اللي هو جوه صدرنا دوت، هو عضلة بتضخ الدم بس. برافو عليك. هو عضلة شغالة عمالة تضخ دم لكل الجسم، وشغالة 24 ساعة. في ال 24 ساعة من أول ما اتولدت، من قبل ما اتولد كمان وأنا في بطن ماما، وراحوا عملوا سونار وقالوا تعالي نسمعك نبض البيبي. أهو النبض ده هو ده القلب، لغاية لما يقف بعد عمر طويل يعني نبقى خلصنا منكم والحمد لله. بس القلب ده ملوش دعوة بالقصة بتاعتنا خالص، احنا بنعبر عنها. والكتاب قال، يعني الكتاب لما قال ربنا لما قال يا ابني اديني قلبك، كان يقصد ايه؟ اعمل قلب مفتوح واطلع قلبي واروح اديه لابونا احطه على المذبح؟ هو كان يقصد القلب ده؟ لا، هي كلها تعبيرات بتعبر عن المشاعر بتاعتي اللي جواي، وبتعبر عن حاجة تاني أكبر. بس لما تجاوبوني المشاعر دي موجودة فين فيا؟ في عقلي؟ المشاعر في العقل. يعني أنت لما تيجي مثلا يحصل موقف تفرح، بتفكر فيه الأول وتشوف هتفرح ولا لأ؟ بيحصل يعني أنت ضحكتي دلوقتي ليه؟ فكرتي الأول قبل ما تضحكي؟ ما حصلش كده. حصل موقف، سمعت موقف ضايقني جدا فخلاني بكيت، أنا فكرت؟ ده قبل ما أفكر. ده ممكن واحد بعد ما يخلص الموقف يبتدي يفكر يقول إيه ده اللي أنا عملته ده؟ أنا إزاي عملت كده؟ صح؟ ويندم. لا، العقل حاجة والمشاعر حاجة، بس هما الاتنين دول موجودين في حتة واحدة جوه الإنسان، في النفس. برافو يا بيه. مش الإنسان كلنا بنعرف. اتكلم معايا كرولوس، اتكلم معايا. كلنا نعرف إن الإنسان بيتكون من 3 حاجات. بيتكون من جسد، اللي هي إيه هو الجسد؟ الجتة اللي قاعدة قدامي دي، مش كده؟ باكل، بحب، بستطعم، بسمع، بشوف، بلمس. كل ده أي حاجة بتتعامل مع الجسد بتاعي ده جسد. وروح، الروح دي بقى مش هي النفس. الروح دي هي النفخة اللي من ربنا فينا. لما ربنا نفخ في آدم كان شوية تراب، ربنا نفخ فيه فصار آدم نفسا حية. حي آدم. لما الروح دي بتخرج من الجسد ترجع لربنا، الإنسان بيحصل له إيه؟ يموت. صح؟ فالروح دي الحاجة اللي من ربنا فينا، دي اللي بقى بتحس بربنا، ودي اللي بتتغذى على ربنا، ودي اللي دايما مخلينا مشتاقين للسماء، ودي اللي بتخلينا نفكر في الأبدية، وإن أنا في مصير تاني أبدي مستنيني. دي اللي بتخليني أبقى شوية لما أبقى بعيد عن ربنا أبقى مش مرتاح. كل ده الروح هي دي اللي بتحس بالكلام ده. أما المشاعر فهي موجودة في النفس، ودي النمرة 3، الجزء الثالث في الإنسان. الإنسان بيتكون من جسد وروح ونفس. طب عرفنا الجسد، عرفنا الروح. النفس دي إيه بقى؟ النفس دي 3 حاجات. فيها إرادتي. عارفين واحد أنا هنجح، أنا هغلب، أنا هغير نفسي. في واحد عنده كده إيه؟ إرادة. وفيها عقلي،
بفكر صح غلط، ينفع ما ينفعش. في عقلي اللي بيعرف يذاكر وبيعرف يفهم، ودي الحاجة اللي ربنا ميزنا بيها عن باقي الكائنات الحية كلها. يعني حتى انتوا عارفين في واحد، بس ده بعيد عن القصة كده، بس انا يعني مناسبة ان انا اقولها لكم. انتوا عارفين ان في جماعة ملحدين بيتبعوا نظرية اسمها نظرية داروين. داروين ده كان كل مشكلته ان قال ان الانسان اصله حيوان، وقعد يترقى لغايه لما بقى انسان. اسمها نظريه التطور لداروين. واحد بقى من الجماعه الكبار اللي بيتبعوا داروين ده كتب كتاب كده عباره عن 900 صفحه. قال فيه جمله جميله قوي. قال لما قالوا لنا ان الانسان اصله حيوان، نسوا ان هناك فرق كبير بين الانسان والحيوان لا يستطيع الحيوان ان يصل اليه، اللي هو راح كاتب كده اللي هو العقل. دي مش موجوده عند الحيوان، ولا يعرف يفكر ولا يعرف يعبر عن اللي جواه لانه ما عندهوش عقل. ودي حاجه بقى تخلينا احنا نبقى متاكدين كويس قوي ان ربنا خلق الانسان انسان وخلق الحيوان حيوان، وميز الانسان عن الحيوان، وان الانسان ما كانش اصله حيوان. الا ازاي بقى؟ طب كنا على الاقل نشوف جاموسه من الجواميس اللي موجودين في اي بيت ولا في البلد في اي حته، يعني في يوم من الايام صحينا الصبحيه لقيناها بتفكر وبتتكلم. حصل؟ حتى لو عاشت 100 سنه هتتغير. فالله ميزني انا بالنفس دي اللي فيها الاراده وفيها العقل. نمره 3 فيها المشاعر. والمشاعر دي بقى هي لغه التعبير عن من بداخلي. المشاعر هي لغه التعبير عن ما هو بداخلي. انا عايز في جوايا شعور بان انا مرتاح، مشاعر، فبعبر عنها بمشاعري. ببقى مبسوط، ببقى فرحان. يمكن زي ما كان عمل دلوقتي مستر مايكل واداكوا شويه مواقف وقال لكم قولوا لي ايه رد فعلكم فيها ووصفها لي في كلمتين. هي الحقيقه كان عايز يقول لكم ادخلوا جوه نفسيكم شويه وفكر انت عملت كده ليه، عبر عن اللي جواك يعني. فالمشاعر هي الاداه اللي بعرف اعبر بيها عن الايه، عن اللي جوايا. الحاجه اللي فرحتني، الحاجه اللي زعلتني، انا بقدر اعبر عنها بمشاعري دي. طيب ليه ربنا خلق لنا المشاعر؟ عشان ايه؟ عشان نعبر بيه عن اللي جوانا. تمام. ايه كمان؟ عشان ايه؟ ليه؟ عشان نوجهها ليه. يعني هو اداني عشان اوجهها له. ماشي، مش عارف ازاي بس يعني ممكن يكون فيها جزء من الصح. ايه؟ ما تقصدش كده، بس حاجه تانية يعني، بس احنا معاك شويه. طب ماشي، لا نفهمها بعدين. ليه ربنا اداني مشاعر؟ هو عنده مشاعر، خلقنا في صورته ومثاله، خلقنا مشاعر. عشان خلقني على صورته ومثاله فراح اداني المشاعر زي ما هو عنده مشاعر. استفدت ايه انا؟ هل معقوله ربنا ممكن يكون اداني حاجه خلقني بيها انا مش هستفيد بيها؟ يعني اداني عشانه هو وانا لا؟ نعرف نتعامل مع الناس. خلينا اغير كلمه نتعامل دي، نعرف نحس ببعض. لو انا ما عنديش مشاعر، مش لاقي في واحد كده هو يجي في موقف يبقى مثلا واحد عنده مصيبه بعد الشر يعني، وتلاقي في واحد بارد ويجي يكلمه يقول له
ايه يعني؟ ايه اللي في ايه حصل؟ مفيش حاجه يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ ده راجل راجل عمل حادثه بيموت. إيه كلنا هنموت. هتقول له ايه؟ هو انت ما عندكش مشاعر؟ او بلغه تانية احنا في لفظ تاني بنستخدمه بقى، انت ما عندكش دم. بالظبط كده. يعني اللحظه دي مهم ان انا يكون عندي مشاعر. مهم جدا طبعا، لان فعلا انا لو ما كانش عندي مشاعر كنت لا يمكن هعرف اشعر باللي حواليا، ودي كانت تخليني مش هعرف اتواصل مع الناس خالص، ولا الناس تعرف تتواصل معايا. فالمشاعر مهمة جدا جدا. نمرة 3، ودي بقى نقطة مهمة جدا تفيدني أنا في المشاعر، إن ربنا اداني المشاعر دي ليا أنا علشان تخليني أعرف أعيش حياتي باستمتاع أكتر، وأعرف كمان أحفظ نفسي من الحاجات اللي تضرني. اللي ده مشاعر ندم لا يمكن يرجع للحاجة اللي خلته يندم، صح؟ اللي عمل غلط وابتدى يشعر مشاعر من جواه بتأنيب ضمير، وإن هو متضايق ومش طايق نفسه وحزين من جواه، يقول أنا مش هعمل الخطية دي تاني، الخطية دي وجعتني من جوه، مش كده؟ واللي وقف صلى في مرة وتعزى وكان فرحان قوي، هيقول إيه؟ أنا مش عايز أسيب الصلاة تاني. أنا فاكر إن أنا لما كنت قريب من ربنا وكنت بصلي كنت مرتاح، أنا دلوقتي مش لاقي الراحة دي. كل ده مشاعرك هي اللي إيه؟ اللي حسيت بيه واللي شجعتك عليه. طيب أسأل سؤال تاني، هل في مشاعر صح ومشاعر غلط؟ تمام. في مشاعر، نجاوب على السؤال موافقة. اللي موافق على ان في مشاعر صح ومشاعر غلط يرفع ايده. تمام، نزلوا ايديكم. طيب اللي شايف لا مفيش حاجه اسمها مشاعر صح ومشاعر غلط، كل المشاعر صح، يرفع ايديه. لا مش هنفاصل. في حد عنده يقول كده؟ أشكركم جدا لأنه كلكم غلط. اسمعوا بقى دي دلوقتي وركزوا فيها جدا. هو في هنا كم حد كده جواه عايز يقول كده، بس أنا هفسرها لكم بقى. مفيش حاجة اسمها مشاعر غلط. يعني تقول لي الحزن، أقول لك الكتاب قال عن الحزن بكاء مع الباكين، صح؟ ومحدش يقدر يقول لي إن الفرح صح طول الوقت، لأن الكتاب قال أن فرح المنافق لهلاكه. أهو ممكن تكون مشاعرنا شايفاني كويسة، أنا عايز أبقى فرحان، هي دي حاجة غلط؟ عندك أي حاجة قولها لي. مفيش حاجة اسمها مشاعر صح مشاعر غلط، مفيش حاجة اسمها مشاعر طول الوقت صح ومشاعر طول الوقت غلط. ربنا ادانا المشاعر دي كويسة جدا، بس لو استخدمت صح. لو أنا عرفت أفرح في وقت الفرح وأحزن وقت الحزن. ده حتى الكتاب قال طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون. يعني إيه ده؟ نروح نولول ونعيط ونبكي ونصوت وكده؟ يقول لك لا أنا ما قلتش كده، بس في حزن للخير قال عنه الكتاب، قال إنه الحزن الذي حسب مشيئة الله. في حزن حسب مشيئة ربنا. ده يعمل ايه ده؟ يقول ينشئ توبة بلا ندامة. واحد لما يكون عامل خطية ومتضايق جوه نفسه
ومتضايق من نفسه وحزين ان هو وقع في الخطيه دي، يخلي الشعور الحزن ده يخليه يحصل له ايه بقى؟ يتوب، فينشئ توبه بلا ندامه. يعني بلا ندامه دي يعني ما بقاش متضايق ومكتئب لا انا حزين ان عملت الخطيه، عشان كده رحت قايم من الخطيه، رحت قدمت توبه. ممكن اكون بكيت في الصلاه وانا واقف، والبكاء هنا كان مفرح قوي، خرجت من وقفه الصلاه وانا من عينيا دي مليانه دموع، وشي منور، واللي يشوفني يقول لي انت ايه ده مالك فيك، انت وشك منور ليه كده، انت شكلك انت كنت بتصلي. في حين بقى انه ممكن واحد تاني يقعد حزين على خيبته بقى، ولا حزين على مش عارف مين فرقه، ولا الكلام بتاع عبد الحليم وعبد الوهاب وام كلثوم ده، فيدخل يقفل على نفسه اوضته ويقعد حزين ويبكي، وكل يوم بالليل شغال بكا ودراما واهات. تيجي تبص عليه كده اهو تلاقي عينيه دي منفخه قد كده، ووشه يعني يا ساتر يا رب، ومش طايق يكلم حد. نفس المشاعر، نفس البكا، بس ده وحش قوي، التاني كان حلو قوي ومفرح قوي ومبهج قوي. تعالوا ناخدها بقى بعمق اكبر. هل اقدر اقول ان مشاعر الحب غلط؟ غلط؟ مش غلط. امتى تبقى غلط؟ بالظبط زي ما قلنا عن الحزن بالظبط. انا مش بدعو النهارده دعوه عن ان احنا نبقى يعني كده، يعني مش عامل دعوه للحب يعني. لكن انا بتكلم عشان نميز ان في اوقات كتير جدا يبقى جوايا مشاعر، المشاعر دي كويسه قوي، جميله قوي، حلوه قوي، بس انا بوظتها لما استخدمتها في وقت مش وقتها، لما استغلتها بطريقه غلط. فبدل ما كانت حاجه جميله، انا في الاول كنت حاسس بيها جميله، لكن بعد شويه لقيتها وقعتني في حاجات مش جميله، وبعد شويه خلتني اعمل حاجات مش جميله برضو. وفي بقى وقت ممكن الاقي نفسي بحصد نتيجه المشاعر اللي انا معرفتش اضبطها دي ومعرفتش استخدمها صح، خلتني دفعتني ثمن غالي قوي، ندم مش عارفه اصلحه. عندنا مثل كبير في الكتاب المقدس عن حب كان كده. واحد حب بقلبه وبعقله وبكيانه، وقال انا اعرف امتى اوقف مشاعري وامتى اخليها تمشي، انا بعرف اتحكم فيها كويس قوي. واستهان جدا جدا بالقصه دي. عارفينه مين؟ شمشون. شمشون كان جواه مشاعر للحب، بس للاسف هو كان عارف ان انه المشاعر دي هتبقى سبب هلاكه. لا، الحقيقه ما كانش يعرف، لانه استهان بيها واستخدمها غلط، ووثق بنفسه وقال انا اعرف اتحكم فيها واعرف اقول لها امتى لا. ما عرفش. كان كتير يقعد يهزر ويضحك مع دليده ويضحك عليها ويقول انا شاطر، هي مش لا يمكن توقعني، انا اللي اوقعها، لكن هي لا يمكن تعرف توقعني. كانت النتيجه في الاخر وقع شمشون. وقصه جميله جدا بتاعت امنون وسمار، مشاعر حب. اخ بيحب اخته، اخ بيحب اخته، غلط غلط غلط. حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلوه جدا. لكن ايه اللي حصل فيها؟ مشاعر الحب للاسف امنون ما عرفش يستخدمها صح، باظت منه، استغلها غلط، مشي وراها، كانت النتيجه انها وقعته في الخطيه، وخطيه كبيره جدا. اذا مش عايز النهارده اجي اقول لك انتوا كبرتوا بقى،
يعني احنا بنتكلم دلوقتي مع يعني في عرايس قدامي وفي عرسان حلوين في المستقبل ان شاء الله يعني، بس قدامي شباب كبر وابتدى ينضج. مش هكلمكم زي العيال الصغيرين واقول لكم غلط عيب، مش هقول دوا، لكن هقول لك انت النهارده ربنا مديك مشاعر، المشاعر دي حاجه حلوه قوي، بس لو سمحت استغلها صح، استخدمها في الوقت المناسب. طيب ازاي اتعامل مع مشاعري؟ عندي 3 نقط مهمين قوي تقدر تتعامل بيهم مع مشاعرك. اي نوع من المشاعر، حب، كره، زعل، بغضة، حزن، اي حاجه. اول حاجه افهم مشاعرك، افهمها. سوري، ما تبقاش مندفع وتبقى زي العيال الصغيره اللي لسه ما نضجتش، مجرد ما واحد شاف واحده شاف الحب من اول نظره وقع بقى خلاص، ومش قادر، وطول الوقت بفكر وبصحى والوساده الخاليه بقى وشايفها قدام عينيا طول الوقت. جماعه ايه ده؟ طبعا انتوا معذورين بسبب اللي بتصدروا لينا السوشيال ميديا بكل اشكالها، والمجتمع بكل تقاليده وتعليمه، والبيئه اللي انا اتربيت فيها. ده خلاني انا بقيت شايف انه يعني هو لازم يا جماعه، دي حاجات حلوه. افهم مشاعرك عشان تبقى انسان ناضج، عشان تعرف تختار صح، عشان تعرف كمان تعيش صح. هو فكره ان انا بس هو انا في حاجه غلط، انا لازم اكلم بنات، هو انا في حاجه انا لازم اكلم ولاد؟ لا، مين قال كده؟ انت يوم ما بتعمل دوا انت سامحني، انت مش ناضج، انت ما نضجتيش. هو في غلط ان ولد يكلم بنت؟ غلط. يعني لو واحد، انا النهارده لقيت بيمن بيكلم اي حد يعني ما اعرفش مين، هقول له بيمن انت نزل عليك غضب الله. زي واحد في مره من ضمن الاسئله اللي اتبعتت، يعني واحد قال لي انتوا ليه بتمنعونا ان احنا نكلم البنات؟ يعني الخدام بيكلموا الخادمات. هو يعني انت في حاجه في دماغك ولا ايه؟ هو في حد قال ان حد يكلم حد ده حرام؟ يعني بس عشان انت دماغك، سوري اللي كتب السؤال، يعني دماغه شمال، فهو رايح بقى انه ده بيظبط. وهو لو كان غلط كنا جبناكوا جوه الكنيسه وحطيناكوا جنب بعض ونشترك مع بعض وخدمه مع بعض والصيف مع بعض وانشطه مع بعض ومؤتمر مع بعض ورحله مع بعض. اللي احنا بقى يعني كده بقى عندنا انفلات غير عادي. يعني افهم لو سمحت النهارده شغل دي شويه وافهم مشاعرك. اقعد بينك وبين نفسك وقول هو المشاعر اللي انا حاسس بيها دي مشاعر صح ولا غلط؟ المشاعر اللي انا حاسس بيها النهارده دي في مكانها ولا مش في مكانها؟ كنت المفروض احس كده ولا لا؟ طب اللي انا حسيته ده اضبطه ولا اسيبه ولا اتعامل معاه ازاي؟ دي نمره 2 بقى. 1 افهم مشاعرك، نمره 2 اقبلها. اقبل المشاعر. يعني انا جوايا غضب، افهم الغضب ده ليه. نمره 2 اقول انا ممكن اكون غضبت زياده، انا ممكن تكون طبيعتي عصبي، انا ممكن اكون مش مديتش نفسي مهله ان افكر صح قبل ما اخد الانفعال ده، وابتدي اقبل نفسي عشان اعرف اصلحها. انا مش فكره ان انا يا نهار ابيض ايه ده، انا كنت لا يمكن في يوم من الايام احس ان انا ممكن اعجب بحد ولا احب حد، انا حاسس النهارده ان انا حبيت حد.
انا مكروه في عينين نفسي، وانا بقيت وحش، وانا كده مش صح، وانا كده غلطان. لا، افهم مشاعرك، اقبل مشاعرك دي، وقول بقى نمرة 3، اوعى تكتمها. يعني اروح اقول لها انا بحبك؟ لا طبعا. شوف حد تعرف تكشف له مشاعرك ويعرف يساعدك، حد له قدرة على خلاص نفسك. ممكن يبقى خادم أو خادمة أكبر مني وأثق فيه وفي حكمته، ممكن يبقى أب كاهن أنا برتاح له، ممكن يبقى أب اعترافي برتاح له، بتكلم معاه في كل حاجة. بس المهم إن يكون حد أنا أثق تماما في إن كلامي اللي بقوله له هيحافظ على سريته وخصوصياتي، مش هيطلعه لحد. وده مهم جدا، مش أي حد أحكي له أي حاجة. نمرة 2، له قدرة على خلاصي، هيعرف يساعدني، هيعرف يقول لي اللي انت بتحس بيه ده صح، اللي انت بتحس بيه ده لا مش مظبوط قوي، احنا محتاجين نخلي بالنا، في انذار، في خطر، في لمبة حمراء بتنور. طب ويقول لي كمان اتعامل ازاي معاه، لان طبيعي ان انا عندي مشاعر، انا ربنا خلقني مشاعر، لما هستخدمها صح وافهمها صح واعيشها صح في الوقت الصح هبقى احلى واحد في الدنيا. اوعوا تفتكروا انه اسعد انسان في الدنيا هو اللي حب صاحبته اللي كانت في ابتدائي وفضلوا محافظين على حبهم في اعدادي وتعاهدوا في ثانوي ويتجوزوا في جامعه. قصه جميله، دول اسعد ناس في الدنيا. لا مش هم دول، لا صدقوني مش هم. اسمعوها مني، قصص روميو وجولييت اللي بتبقى يعني مكسرة الدنيا والهدايا والدباديب والقلوب الكبيرة والحاجات دي، وتحدوا بعض وتحدوا الدنيا كلها، وقالت ما هاخدش غيره، حبيبي اللي حبيته من وانا صغيرة. صدقوني امام الله، صدقوني بتكلم بكلام ربنا يشهد عني بيه، ان شفت معظم الحالات اللي كانت من النوع ده بعد ما اتجوزوا عاشوا مع بعض 1 أو 2 سنة بالكتير وما بقوش طايقين بعض. لدرجة في حد في مرة كانت مشكلة ما بين يعني واحد ومراته، ورحت قلت لهم ايه يعني امال فين الحب اللي اتحديتوا بيه الدنيا كلها؟ ما تجيبليش سيرته، انا ده بني ادم مش هعيش معاه. خلاص كده خلصت. خلصت. والهو انا ندمان، انا استاهل، قالوا لي لا. طب ينفع بايه؟ عشان حضرتك كنت لاغي عقلك وحضرتك كنت لاغيه عقلك وخدتوا قرار وانتوا من غير ما تشوروا حد، ومعرفتش تضبط مشاعرك وتعيشها صح، وافتكرت انه الكلام الغلط والمشاعر اللي انت ابتدت معاك وما كانتش ناضجه، وللاسف مشيت وراها واستخدمتها في وقت مش وقتها، كانت في النتيجه في الاخر انها لبستك في الحيط. خلاص يا حبيبي مفيش فايده، مراتك للابد وهتفضل مراتك طول عمرك، وهو هيفضل جوزك طول عمرك. تضربي دماغك في الحيط بقى تفلقيها تعمليها، هيفضل جوزك. خلصت. لا في دي لا. اسمعوني يا اولاد، اقول لكم على حاجه، اخر حاجه هختم بيها. مشاعرك زي النار، مشاعرك زي النار، لو استخدمتها صح يا بختك، ولو معرفتش تسيطر عليها هتحرقك. ما فيهاش هزار. مشاعرك زي النار،
عرفت تسيطر عليها يا بختك، هتدوق حاجات حلوه كتير قوي. ما عرفتش تسيطر عليها وسبتها هي اللي تسوقك، النتيجه في الاخر انك هتتحرق منها، بعد الشر عليكم. بشكركم.